وأحمد الله رب العالمين إليكم، وأصلي وأسلم معكم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فانتهى كلامنا الحلقة الماضية في بيان أو إلقاء الضوء على جريمة تضمير أو تحجيم الأفكار، لأن بهذا التضمير أو هذا التحجيم تضعف التبع وتضعف المسؤولية. هيتحاسب على إيه؟ إنسان نشأ جاهلا في علم اللغة، في علم كذا، الدلالات بقى والبيانات لا إدراك له. فلعلي يعني قلت لحضراتكم أمثلة من هذا الضلال اللي يجي يقول لك إن ربنا أباح النصب لأن قاله فإذا فرغت فانصب. والتاني يقول له مثنى وثلاثة ورباع، فما يطلع له مخرف زي من الشيعة ولا بتاع يقول له مثنى يعني 2 وثلاث 3 ورباع 4 2 و3 5 و4 9 زي النبي يا أخي. بيقول لك والتاني اما تيجي اقنعني ولا اقنعني. فده من تحجيم جريمة، تحجيم الأفكار أو تضئيلها بلفظ الشيخ النورسي. الفكر خلق الله الفكر لينطلق، خلق الله الفكر لينتج، خرج الله الفكر ليتلاقح مع غيره، ومن الفكر مع الفكر يطلع فكر ثالث. ما في مانع أبدا أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم كل اتنين يقعدوا ويفكروا. ده بيعصم التفكير من سلطة الغوغائية. ما تناقش قضية كبيرة أمام الغوغاء، كل واحد عايز يشد الجمهور إليه. لا، ما احناش في حفلة رقص ولا في حفلة دانس زي ما بيقولوا، ولا على خشبة مسرح. لهذا مما وفق له وجدد فيه الشيخ الطاهر بن عاشور، شيخنا الشيخ الطاهر بن عاشور، اللي أنا كلمتكم عنه الحلقة الماضية وما قبل الماضية، من كتبه، وهي من الكتب الفريدة. وإن كان يعني الراجل يعني يحرج أي مفسر يأتي بعده فعلا. يعني لا أجد من كان على قدمه، يعني مثل عليه رحمة الله ورضوانه صاحب الدكتور محمد عبد الله دراز، كانت كل إنتاجاته بتمهد لهذا. ورسالته في العالمية اللي خدها من فرنسا، الدستور الأخلاقي في القرآن الكريم. الإنسان يبقى صاحب مبدأ وصاحب موقف. دخل فرنسا بعمته وككلته، زي بصار قال عليه. الشيخ دخل بعمته وككلته، وخرج من فرنسا بعمته وككلته و2 دكتوراه عليه رحمة الله، دكتور محمد عبد الله دراز. الغرض في كتابه الشيخ طاهر بن عاشور، طبعا كلنا ما بندرس يعني أغراض القرآن. كان أول غرض ترسيخ العقيدة التوحيد وإلى آخره، ماشي. ده يعني الراجل جلى هذا الغرض وجمع أغراضا 7 إلى هذا الغرض عليه رحمة الله ورضوانه. لهذا بعرض هذا والترسيخ له ونشره إن شاء الله ستتضاءل هذه الظلامات المتشردة من أدعياء التصوف. ظلمات والله، ظلمات. ما بعمة ويقول لك ده هو مسجد، ده بيبوس بس، والواد بيجسم الحركة كمان. هو ما قال له، هو هي العبرة بس بالقول اللي قاله في السجود. ده ربنا ما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قالوش منعك أن تسجد وتسبح معايا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلا إبليس أبى
واستكبر وكان من الكافرين. فالرجل من مزايا تفسيره تعمقه في علمين عظيمين من علوم البلاغة. احنا كلنا حتى يعني مررنا بها مرور الكرام. علم البيان، طبعا علم البديع ده آخر حاجة، علم المعاني ثم علم البيان. ده أساس التجهيز لتلقي الإشارات النورانية من القرآن الكريم. اسمه علم المعاني، علم البيان. لما يجي مثلا يقول لك ليه ربنا جل جلاله ما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ ما قالش ليه هنا إلا الشيطان. ينفع؟ طيب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما قالش ليه إلا إبليس، إن إبليس لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء. ما قالش ليه إبليس يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء. ده علم المعاني، ده علم البيان اللي كلنا مقصرين فيه. طبعا أثمن وأقدر جهود أستاذنا وشيخنا الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى المولع بالأستاذ محمود شاكر وحلقاته الطيبة التي ينفعنا الله رب العالمين بها وينفع غيرنا في دروسه الحرة في المسجد الأزهر الشريف. فعلم المعاني، علم البيان، هذا مما قصرنا فيه نحو طلابنا خاصة في تخصص التفسير والحديث. اكتفينا أو نكتفي بعلم في البلاغة للتعريف بس ايه علم البيان، ايه علم المعاني، ايه علم البديع. وكل منهم علم له أصوله. كم واحد من زملائنا واخواننا ومشايخنا قرأ في دلائل الإعجاز للجرجاني؟ كم واحد قرأ في للزجاج ولا كم؟ ودي أسرار القرآن هنا مفاتيحها. أسرار الإعجاز، البيان والتبيين. الغرض اعتنيت أو اهتممت أنني أبين لحضراتكم مدى الفجوة بين بين شرف التفسير ومكانة التفسير. شرف مش الشرف بتاع ابن